كده جديه؟ لا نسبه يعني 80% كويس جدا. كانت 80%. مثلا في بعض الاخطاء الصغيره ان مدير بيرد، فكان مثلا هو متعود ان هو هيرد عليه بحاجه ثانيه، فالمدير رد عليه باستكمال الموضوع، فاضطر برضه يقول له لا، يعني ان هو يعني عشان يعني يقول له لا ده ناقص وكده. فلازم هو يبقى برضه عنده المرونه في انه يقدر يحاور. فدي طبعا هو لسه طبعا، بس انا بعلمه لغه الحوار. سيادة المحافظ، لاحظت ان بعض الطلائع مجهزين الرد المسبق او الرد بعد المدير العام الرد بتاعه مسبق ليه ومجهزه. يعني في حاله انه قال التعقيب بتاعه بيبقى جاهز. رد السته في ده. ما ده اللي انا بقول ان هو بس ده طبعا السن بتاعه المرحله دي كويسه قوي يعني بالنسبه لسنه 100%. لكن انا عايزه بقى فرصه ان انا موجود وعندي خبره وثقافه، فلازم ننشرها. فانا عايزه ان هو يبقى الرد بتاعه طبقا للاجابه بتاعه المتخصص. يعني يبقى هو مش لازم يعتمد على الورقه اللي هي كانت معاه، الورقه تساعده لكن مش هي الاساس ان هي ايه في الرد. بحيث ان هو لما لقى المدير اقنعه بالكلام يبقى الرد مش لازم يعقب على الكلام، يقول خلاص شكرا. لكن لو لقى المدير ناقصه حاجه فعلا يبقى لازم يعقب على كده. احنا في نهايه اللقاء بنشكر السيد اللواء محافظ مطروح لهذا اللقاء الطيب مع ابنائه برلمان مطروح. ونتمنى له التوفيق. ويا ريت تاخد لقاء برضه مع الشباب اللي كان عامل عشان تاخد حوار وتعرف برضه منه افكاره ايه، وعشان الافكار الصغيره دي افكار مهمه جدا ولازم نحترمها كويس قوي. فعشان كده انا عايزك برضه تاخد حوار مع اي حد. شكرا.